اي اخي، طبعا، اخي في نوم. اخي انا سمعت عندك مشكلة. وهي هل هذا الكلام حقيقة جدا صحيح؟ لا بني لا، هي صحيح ومو صحيح. يعني سمعت عندك مشكلة بالتفاعل، تقول صخلة تفاعله بالانستغرام اقوى مني، ما هو السبب؟ اوكي، صخرة انسان تعفه، ما زين. ينشر شيء، زين. يجوا له متابعات، بتعرفون مين؟ هذا اتهام خطير. اليوم احنا عندنا برنامج تحقيق. هاي قدامك اخوي لا قدامك. لا، رجاء صخرة، رجاء انا سيد الحوار، انا هنا المقدم، ادير أوكي. الحوار بس بيناتكم. يعني اتمنى أوكي. من عندكم ثقافة الحوار تلتزمون بها اخواني الاعزاء. على راسي على راسي. حاليا استلمنا اتهام خطير من اخونا فينوم، يا يقول أخي، صخرة هذا انسان دليل. تافه، وجاي تجي اضافات ما اعرف منين. هل فهذا هذا الكلام يدل، رجاء اخي، رجاء اعطيني مجال، تفضل. هل هذا الكلام يدل على انه اللي يتابعون صخرة تفهاء مثله؟ نعم، هذا كلام صحيح يا اخي. زين، ما هو دليلك على هذا الكلام؟ لاني انا انشر. لا رجاء بدون تمسخر، احكي عدل. لا ما نطقها بلسان النغل، يقول لا متابعات، يعني انت تريد متابعات مو متابعين. وقعت بشرع مالك يا النغل، وقعت بشرع. اخي صخله، بما انه في نوم وجه لك اتهام، يقول بي انه انت تافه وتنشر شغلات تافهه وتجيك متابعات بالهبل. مبدئيا اخي، مبدئيا اريدك تبرر لي نقطه واحده، اللي هي انه هل فعلا حقيقه جدا اللي يتابعوك تافهين مثلك؟ نعم. اخي صخرة، اين انت؟ اخي نعم، السلام عليكم. بس نوت صغير، يعني نوت بالانجليزي ملاحظه. نعم. اخاف احد يقول مثلا بال بطل هنا ورا النيل، لا ما راح تبت ما وجهت، الفتها بعدين. زين، لان عندنا حوار مهم لازم نديره. بس وجهت لك سؤال قبل ما اسافر واروح، واتمنى منك الاجابه حالا جدا في الان رجاء. نعم. السلام عليكم اخي، مبدئيا شكرا على الاستضافه الجميله في برنامجك. اهلا وسهلا. الجميل. اهلا وسهلا. اخي بس احب انوه على الصغير، الكلب. نعم. رجاء اخي في نوم، لا يحق لك الإجابة أثناء تكلم الضيف، رجاء. نعم. ولا يحق له الخلاف. نعم. اخرس أخي، رجاء اخرس، خلي الصخرة يتكلم، تفضل. نعم يا أخاه. نعم هو يتكلم ويقول نعم. تجي متابعات مدري منين، ولك اني نعم. يعني اني لو ما انشر شيء زين وبراس حظ كان ما اجاني باليوم 2K، كل يوم يطب لي 2K يا اخي. طبعا الحمد لله والشكر. انك انسان تافه. وللعلم يا اخي ديك ازيدك من الشعر ديت. نعم تفضل. انا ما انشر مقاطع على الانستغرام، بس ليش حسابي يصعد؟ نعم. ليه؟ لان انسان ناجح. ليش؟ لان انا ما ادور متابعات، انا ادور متابعين واخوان. نعم. صح يا اخي؟ نعم. ما رجاء لقد وضحت وجهة نظرك، والان ينتقل المايك الى اخي نيرو التافه. نيرو، هل تسمعني؟ اخوي انا صوت تافه. اوكي اسمعك اخوي. الحوار يبنى على الاتهام ورد الاعتبار، فما رايك على كلام صخره؟ الصراحه يا اخوي، نعم. اني بالنسبه لي انه اني ارجح الاخ فينوم. اترجاك تفسر ان كلمه ترجح لان ما حد يعرفها. يعني ارشح يعني ارشح. ترجح. اوكي تمام. انه ارشح الاخ فينوم الى منصب تنطيه يعني اللايكات والمشاركات، وهي يعني المتابعين، واطالبه. حلو اخي نيرو، رجاء لا تخرج من نطاق الحوار، لا تخرج من نطاق الحوار. انا اقول لك ليش. احنا حاليا سالناك، قلنا لك هل فعلا صخله؟ اسمع حيوان، اسمع. لان المتابعين اللي يتابعون يوسف، الناس مضحوك عليهم.
نعم. حيوان قرد لا انا اقول لك شلون مضحوك عليه. ليش؟ ارجعك بالقلوب ذا رجاء التزموا بثقافة الحوار اخوان الحيوانات. خليني اتكلم انا اخوان الابطال يا رجال. اخي احترم ترى هينك بالشحاطه لك اسمع انت حيوان في نوم اخي رجاء من رخصتك. لا اذا تضحك مرة ثانية تغادر الاستوديو رجاء. لا ممنوع التكلم على هذا الحد. نحن ممنوع التكلم على المتابعين. اذا ما هو ردك الاخير نيرو؟ اسمح لي انه اتكلم بدون اي تقاطع. نعم يعني ماكو لا تقاطع ولا استدارة. روح عدلوا قبل عندك شارع دولي روح. انا احب اقول لكم بما انه انا مريت بتجربة مع الاخ الفاشل يوسف وجدت ان يوسف عبارة عن انسان. رجاء لا تقاطعه يا اخي ما هذا الكلام. لا تقاطع. احترم نفسك حيوان. اطرده من الجلسة اخوي اطرده من الجلسة. حاضر لقد تم سحب المايك من عنده. نعم تكلم اخي نيرو. حلو اخوي. نعم هذا الانسان الفاشل اللي اسمه الصخرة. نعم تكلم في العربية الفصحى العراقية العامية رجاء. اوكي نعم. هذا يوسف الصخرة اخوي. نعم اتبريت من عنده ليش؟ لا رجاء التزم بالحوار ولا تظل تفوت بتقاطعات. قلنا لك عندك شارع دولي دوس له واطلع قبل. سألناك سؤال محدد اللي هو هل فعلا في حقيقة الأمر والوجدان والتقاطع الشارع الدولي أن صخرة متابعينه تافهين أم لا؟ لا قطعا. لا تاكل المايك يا حيوان. لا قطعا المتابعين نعم. شرفاء ونزيهين لكن يوسف نعم. استغل المتابعين. بماذا؟ هل قال لهم اعطوني دراجات واعطيكم رويال باص؟ نعم وبالدليل القاطع. اذن استميحك عذرا ان يجاوب الاخ صخرة على هذا الكلام شديد اللهجة الاتهام الخطير. اسف اخي طبعا على العصبيه الزايده بس تعرف هذا شويه نعم. تجاوز الحد. نعم. يقول لي متابعينك تافهين حكاها بالبدايه. هو الاتهام الثاني اللي هو تستغل طبعا العهده على القائل. نعم حتى لا يجيني قرد يقول لي انت نعم. توجه اساءه الى اخونا اليوتيوبر الكبير اترو الذي سوف يدخل 10 مليون سبسكرايب على اليوتيوب ونقول له ألف مبروك حبيبي وإن شاء الله عقبال 20 مليون. نعم تفضلوا هذا الكلام نعم. عائد إلى أخ نعم يا أخي هذا نعم لا يقاطعني نعم. هذا القرد القزم. نعم أخي تفضل أنا لما إنسان ناجح وقاعد أقدم نعم. محتوى براسه 60 حظ. نعم يعني هل أنت تسير على مسار قاسم الحجامي؟ نعم متابعين براسهم 60 حظ أخي. نعم أنا يوم قاعد أقدم محتوى حلو كان العالم ما تسحبني وصار عندي 11 و400. تعرف شنو 11 و400؟ نعم. هل يمكن يطرح سؤال يا أخي؟ رجاء انتظر رجاء. اخرج. نعم. اوكي. نعم اخا. نعم 11400 متابع وذلك الحيوان الذي تكلم القرد القزم. نعم قبل كم يوم اجاني راسل عندي اعلان بس انا ما سويت له دليته ليش ما يستاهل ما عنده محتوى حلو. اي واحد من هؤلاء الاقزام اتاك باعلان؟ نيرو نعم. ولم اقبل بالاعلان ولن اعمل له اعلان الا بماده مقابل ماده اعمل لها. اي ماده؟ احياء فيزياء جغرافيا؟ فلوس. اذا نعم. انت متهم نعم. الان بانك تستغل اصدقائك لا يا اخا لا غير مسموح هذا الكلام لك. اني مو استغل. نعم انما ماذا؟ دولة متابعيني واخواني اذا اريد ادعم الشخص يكون الشخص نعم. يستاهل. هذا الشخص الحيواني كلب القرد القزم ما عندي محتوى براسه حظ ما عنده محتوى مثلي براسه 60 حظ محتوى. اخوي اني محتواي تقدر اقول لك اياه لو انت تعرفه لو منو. نعم تفضل. اني افتح لك مباشر على الانستي. نعم ماذا يحصل في البث المباشر مالتك؟ نعم اخي كل شيء يحصل
من يتوسل بك طبيت مسابقات الغناء وغيرها 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 وغيرها. انا استميحك عذرا بهذا القول. انا سمعت من بعض الابواق المتكلمه ويقولون انك تقول في البث مالتك ان اني ما عندي لا حبيبه ولا صديقه. هل وصلت بك التفاهه اخي رجاء خلينا نتكلم؟ هل وصلت بك التفاهه بدلا من ان تزحف في الخاص بدون شهرة ولا شهيرة قدام العالم، وصلت بك التفاهة أن تظهر أمام الناس وتقول إنك سنجل؟ طبعا أخي أنوه على كلامك، هذا الكلام غير مقال. هذا الكلام قصدك هذا الكلام عار عن الصحة؟ عار عن الصحة. وإذا قلت لك أن هذا الكلام سمعته بأم عيني، كيف تفسر هذا الأمر؟ مبدئيا يجي يسمع بإذنه مو بعينه. ثاني شغله يا حبيب قلبي احب اقول لك اني ما اسحب، هذول اخوتي، اكو واحد يسحب على اخوتي، ترى هاي غير شغله هي. اخوي اني افتح البث المباشر، ابدا في البث المباشر في مسابقات للغناء وفي تصعيد شخص اصعده ويتكلم معي. انا رايت هذا باذاني، رايته باذاني. رجاء اخلص اسمعني اخلص قزم، رجاء انتظر. كلب حيوان اخلص. أنا رأيته بإذاني هذه، تمام؟ رأيت صخلة بإذاني يصعد فقط شخص واحد اللي هو ماذا اسمه؟ واحد من جماعتك، شو اسمه؟ أبو سوادي. فقط تصعد أبو سوادي للبث لأنه صديقك، ولا تصعد أحدا من المتابعين. لا 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 يا أخاه افهم لك، اوصل لك الصوره. نعم افهم اشوفك الصوره. نعم. اخي ابو سوادي اصعده للتكلم في كلام يفيد المتابعين، في التكلم في كلام مثل ماذا؟ يونس المتابعين يا اخاه. مثل ماذا؟ مثل ماذا يعني؟ سوالف على ضحكه، على مثلا صارت ويانا اليوم سالفه بالجيم، يعني صارت ويانا العالم شوي نرفهم، وانا مو احبه. خليني اقول لك شغله، خليني اخدمك بشغله قلبي. نعم. تجيك السالفه بس على كيفك. نعم. قلبي انا مو مثل غيري، هم يعرفون نفسهم اثنين. ماذا يحصل عند غيرك يا اخي؟ هذا جاب له بنات طبوهن بتدريب وطلع بيهن مقطع بينهم طف ونزل المقطع. نعم. على العام وتعال شارك لي، على اساس شارك يا اخرس قرد قزم حيوان كلب. نعم. لاني محترف يا حيوان يا كلب. كلام هذا عار عن الصحة أخي. إذا أخي أستميحك عذرا نعم. بسبب وقت البرنامج. إلى هنا أعزائنا المشاهدين وصلنا إلى نهاية البرنامج. نراكم إن شاء الله في الجزء الثاني أو في الحلقة القادمة من البرنامج. شكرا لحسن استماعكم وشكرا لمشاهدتكم. نراكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. مع السلامة.